السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ قبل ما نبتدي حبايبي مننساش شير ولايك واشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. متنسونيش بكومنت حلو، لايكات اكتر. معاكم قناة فنجان الهنا. يلا بينا نشوف فنجانك هيقول ايه يا برج الميزان. بس قبل ما نبتدي حبايبي ياريت كده نصفي النية وندي لنفسنا طاقة إيجابية، نسمي بسم الله ونصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. خير إن شاء الله يا برج الميزان. طبعا لا يعلم الغيب إلا الله، كمجرد رموز احنا بنفكها. قراءتك بتنطبق على الجنسين رجل وامرأة وكل الأعمار. القراءة بتكون عامة وليست خاصة. يلا بينا برج الميزان. اللي محطش لايك يحط لايك، يحط كومنت حلو كده يدعم الفيديو بلايك وكومنت عشان يوصل لأكبر عدد ممكن من المشتركين. الفيديو بينزل من غير إشعار يا جماعة. حاولوا ان انتوا تدعموا الفيديو بتاعكم بلايك وكومنت. يلا بينا نبتدي. بسم الله الرحمن الرحيم. برج الميزان بسم الله. برج الميزان شايفه ان بعضكم متكعبل، يعني عمال تقع من حفرة تقع، تطلع منها تقع في حفرة تانية. في ايه؟ مكعبل نفسك ليه؟ او مين بيكعبلك؟ برج الميزان شايفة ان في شخص بيعافر ان يوصلك، وفي هنا واحدة امرأة كبيرة او تكون امرأة لا يعني وسط، يعني متوسطة العمر او حاجة، مسكاه بتبعده عنك. او يكون العكس، انت يا برج الميزان ممكن تكون العكس، ده انت اللي فيه شخص اللي بيشدك. ممكن تكون لو انت رجل فممكن تكون دي حد من عندك انت، يعني لو انت رجل وانت اللي فيه شخص بيبعدك عن الشخص ده. تكون دي ام، اخت، تكون علاقة ثلاثية تكون انت فيها، الله اعلم. طيب لا ده مش انا يا هنا، ده الشريك او كان الحبيب هو اللي كده. فعموما هتكون برضو نفس الكلام، حد من عنده بيعمل كده. انا شايفة ان هو بيعافر ان يرجع، او انت بتعافر ان ترجع، لان انت شايف ان هيضيع من ايدك، او هو الشخص التاني اللي شايف ان هتضيع من ايدك. شايف ان هو شايف في شخص تاني، او حاسس ان في شخص تاني، او انت. ايه الكلام ده؟ الله اعلم. اوكي. شايفة عندك اكتشاف حقيقة. ممكن تكون دي حقيقة انت كنت مستني انها تبان. الحقيقة ديت تكون مثلا في صالحك، تكون دليل ليك او حاجة في شيء. والبعض اكتشف الحقيقة ديت. وممكن يكون البعض منكم انت مش هتكون حابب يعني هتكون حقيقة سلبية انت هتكتشفها او تكون اكتشفتها يا برج الميزان. شايفة ان البعض منكم حصل معاه كده، والبعض اكتشف كده، والبعض منكم لا لسه هيكتشف. البعض شايفة ان البعض منكم عايش بالايجار، يعني في عايش ايجار، والموضوع ده مسبب لك طاقة سلبية. مش حابب موضوع الايجار ده، انت مش مريحك. شايفة بعضكم بتتعامل مع أشخاص بتيجي عليك وبتأذيك نفسيا وبتجرحك، بس انت بتتعامل عشان يعني ما تكونش وحيد. عندك شعور بالوحدة، بتقلقك انك تكون وحيد. فالأشخاص اللي حواليك، أو يكون الشخص، أو يكون أشخاص، أو يكون شخص، هم عارفين كده عنك فبيدوسوا على الجرح ده أكتر، مستغلين نقطة الضعف ديت
عايزاك يا برج الميزان ما تعرفش حد نقطة ضعفك علشان ما يمسكهاش عليك، عشان ما يمسكهاش عليك نقطة ضعفك ويستغل النقطة دي فيك. ما تعرفش لحد اي حاجة يا برج الميزان وتعرفوا نقطة ضعفك، لا، عشان الاشخاص اللي هتعرفها نقطة ضعفك هتمسكها عليك وهتتعبك نفسيا. ممكن تكون الاشخاص دي من اهلك، ممكن تكون من اصدقائك، ممكن يكون الشريك، الله اعلم. طيب انا شايفة انك انت وعدت شخص بحاجة، بشيء، والشخص ده منتظر الشيء اللي انت وعدته بيه، او يكون العكس، شخص وعدك بشيء وانت منتظر الشيء ده منه يا برج الميزان. تعالى يا برج الميزان كده نشوف فنجانك هيقول ايه ان شاء الله خير. اللي محطش لايك بليز بعد اذنكم حطوا لايك، دعموا الفيديو بلايك حبايبي. شايفة ان في شخص بيتهمك بالغرور وانت رافض ده، بتقول انا مش مغرور. شايفة ان في حد بيتهمك بالغرور بس انت بتقول انا مش مغرور. انا شايفة انك انت حكيم، يعني هي مكتوب في فنجانك. شايفة انك انت بتتعامل بحكمة يا برج الميزان، اصلك انت برج الميزان. برج الميزان عندك توازن كده في كل امور حياتك، ف هو تظهر كده لان انت راسي وهادي كده برج الميزان، فبتظهر بانك انت مغرور بس انت لا مش مغرور. ففي حد يعني بيقول لك كده، فانت شايفه ان ده اتهام لان انت مش مغرور. شايفه في اسم امنه، امنيه، امينه، الله اعلم. في حاجه، مفيش حاجه، بس شايفه ان لو انت اللي بالاسم ده او شخص قريب منك، فانا شايفه ان لو من الناحية العاطفية يا جماعة، شايفة ان البعض منكم في خلاف ممكن، يعني اختلاف لخلاف مع الحبيب او مع الشريك. شايفة عموما عين مراقباكي بطريقة مش غير طبيعية، محسودة جدا 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 لو انت اللي بالاسم ده، امنة، امينة، امنية، حاجة كده، محسودة من الناحية العاطفية عموما. اذا كنت مرتبطة او مش مرتبطة عموما محسودة. طب ازاي انا مش مرتبطة، ما عنديش شريك اصلا، ما انت مرتبطة، حالك واقف بسبب ان العين اللي عليكي دي من الشخصة دي. شايفة ان البعض منكم في شخص كبير في السن، الشخص ده قريب منك، فالشخص ده لا توفى لا الشخص ده مريض. فانا شايفة ان الشخص ده للبعض منكم بيعمل خير مع حد، كان بيساعد حد او كان بيعمل خير مع حد، مش شرط تكون فلوس، ممكن تكون مثلا كان هو وسيلة للخير، او ممكن تكون هو بيعمل خير، الله اعلم. ولكن انا شايفة ان الشخص ده اذا كان توفى او اذا كان مريض مبيقدرش يقوم بالموضوع ده طبعا. فشايفة ان البعض منكم هو متولي الامر ده، يعني هو اللي ما قطعش الخير ده عموما، ما قطعتهوش، اللي هو كان بيقوم بيه انت ما قطعتهوش. شايفة في اشخاص او شخص للبعض منكم بعيد، انت كل ما تحب تقرب منه ويكون في تواصل معاه وفي ود بقى وكده، هو الشخص ده او الاشخاص دي بيبعدوك عنهم. طب انا احب اقولك اتركهم او اتركوا اتجاهلهم، الاشخاص دي هتبص تلاقيهم او هتبص تلاقيه مرة واحدة جولك. البعض منكم اشخاص والبعض منكم شخص، تمام، عشان كده بتكلم كده. جولك وندمانين وبيعتذروا لك كمان، يعني هم هيقول احنا ليه كنا بنعمل كده،
وهيقولوا لك. فعايزاك تتجاهلهم. لو انت بتقرب من اشخاص وعايز يبقى فيه ود وبيترك وهم بيبعدوك غصب عنهم، غصب عنك انت، مش بايدك، فعايزاك تتجاهلهم خالص. شايفه في امر ليك معقد معلق، هينتهي الامر ده، ما تقلقش، يعني هيعدي على خير ان شاء الله. في صلح مع حد كان في خلاف معاه، انت برج الميزان هيكون في صلح ليك. برج الميزان شايفه انك انت ربنا نجاك من شيء انت كنت هتقع فيه او وقعت فيه، بس ربنا نجاك. والبعض منكم لا، يعني عندك نجا، انا شايفه ان عندك نجا يا برج الميزان. الحمد لله ان ربنا بينجينا من اللي احنا بنقع فيه. الحمد لله، نقول الحمد لله. شايفه ان البعض في شخص بكى ليك يا برج الميزان، بيشتكي من همومه، بيبكي من شيء الله اعلم. وشايفه ان الشخص ده وهو بيبكي انت حسيت كده او جالك شك ان بيمثل. اوكي، حصل معاك، فهيكون احساسك كان صحيح فعلا، والشخص ده فعلا كان بيمثل. دموع كده، فاهمني؟ طيب، شايفه ان البعض منكم ما حصلش معاك كده، شايفه ان في شخص هيعمل كده للبعض منكم، وانت هيجيلك احساس ان هو بيمثل، وفعلا هيكون بيمثل يا برج الميزان. شايفه في اسم محمد في الفنجان عندك يا برج الميزان. في طاقة سلبية بسيطة، واحنا عارفين يعني ايه طاقة سلبية، تكون انت اللي بالاسم ده، فانت بتمر بطاقة سلبية، بشيء سيء بتمر بيه، الله اعلم هو ايه، عين حسد، ضيقة، اي حاجة، او يكون شخص قريب منك، او يكون شخص ما بينك وما بينه كان في خلاف، في مشكلة، في حاجة، الله اعلم ايه هو. شايفة كمان ان البعض منكم انت كنت حليم جدا مع شخص ومستسلم له جدا جدا، مستسلم خالص، بس انت بقى اخدت القرار يا برج الميزان انك هت هت يعني هتبين له بقى الوش التاني. لقيت ان الشخص ده استعبط فيها، ساء فيها، الله اعلم هو ايه اللي عمله، بس الشخص ده مش هيتوقع منك انك انت ليك وش تاني، ما انت كنت حليم قوي قوي معاه، بس يعني الانسان عنده طاقة، فانت طاقتك نفذت من الشخص ده، فقررت او هتقرر انك انت توريله بقى الوش التاني يا برج الميزان. هو ما كانش خوف منك انك انت مثلا مستسلم له او حاجة فكان خوف منك، لا، انت كنت بتعدي امورك، بس هو ما كانش فاهم كده، يعني فاهمني، فكان بقى بيسوق فيها. فانا شايفة انك انت لا، هتاخد موقف، هتوري له وشك التاني، هتقلب عليه الوش، وشايفة ان هو كمان هيستغرب من رد فعلك، هيستغرب من موقفك ضده يا برج الميزان. طيب يا برج الميزان، خلصت قراءتك. اذا عجبك الفيديو متنساش شير ولايك واشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. وبالنهايه انا بشكركم وبتمنى لكم الخير والسعاده والتوفيق في حياتكم. انتظروني في قراءه فنجان جديده. بحبكم في الله، بحبكم جدا جدا. باي باي حبايب.